بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شبابنا شباب أولى ثانوي الغاليين عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم أخوكم مستر محمود عبد الله. طبعا كان بودي والله اللي أنا أنزلك المراجعة بدري يوم، بس هي خلاص هتبقى ليلة امتحان بقى، ليلة امتحان يعني اليوم اللي ما قبل امتحانك على طول. النهارده عايز أقول لك حصة النهارده محتاج تركز فيها جامد. حصة النهارده تلاقيها مختصرة وفي نفس الوقت الحمد لله لما كل حاجة. فعايزك واحدة واحدة بقى كده، كشكولك وقلمك خليه معاك وسيبه وركز معايا. قشطات؟ واحدة واحدة كده. هلم لك المنهج كله. تعالى نشوف البلان، الخطه اللي احنا هنمشي عليها. بسم الله. ادي يونت 1 اللي هو 7 بالنسبه لك، يونت 8 ويونت 9 ويونت 10 11 و12. تعالى كده نشوف المنهج بتاعك. اولا كده مستر بدأ منهجك بسم الله بالباست، بالماضي والماضي البسيط. بعد كده يونت 7 برضو اتكلم على يوزد تو. بعد كده برضو يونت 7 اتكلم على هاد زائد البي بي اللي هي بالبلدي بنسميه الماضي التام. تمام. تعالى لا احنا كده ايه الدنيا توسع مننا. يونت 8. يونت 8 يا مستر كان بيتكلم يونت خفيف قوي، كان بيتكلم مستر على حاجه اسمها البريزنت، ولكن البريزنت سيمبل او المضارع البسيط. بعد كده يونت 9. يونت 9 كان بيتكلم بقى على حاجه لذيذه، على البريزنت ولكن البريزنت بيرفكت، جرامر قديم والدنيا حلوه. بعد كده يونت 10. ولا يونت 10 يا مستر عندك كان بيتكلم على حاجه اسمها الفيوتشر. يعني يا مستر الفيوتشر يعني المستقبل بكل دنيته. 11 يا مستر كان بيتكلم على حاجه اسمها الريبورتد سبيتش، الكلام المنقول. بعد كده اخر يونت عندك كان بيتكلم على الديديكيشن او الاستنتاج. او الاستنتاج. 1 2 3 4 5 6 دول ال6 يونتس عندك في المنهج. طبعا انا دلوقتي هشرحهم بسهوله وبسرعه وهتلاقي الدنيا ايه ماشيه معانا زي السكينه في الحلاوه. لو في اي يونت من دول حسيت ان انت لا انا عايز اسمعه اكتر، انا مش فاكر فيه اي حاجه، هتلاقي الفيديوز كل يونت لوحده كده، وفي يونت انا مقسمها على فيديوهين، خش واسمع على الاقل من مهلك. قشطات. فالنهارده انا هلم لك الدنيا. تمام. وبعد كده هتخش على الشانل هتلاقي اول اسمه ايه ده؟ اول يا ربي اول ايه؟ اول كومنت هتلاقيني منزلك فيه. طبعا انت هتلاقي فيه ملزمه الاسلامك هنزلها. 1 2 هتلاقيها مترجمه بالعربي حتى. ده 1 2 هتلاقيني ايه بقى؟ حاطط لك اهم الكلمات واهم الحاجات اللي انت تخلي بالك منها. قشطات. يلا بينا بقى بسم الله. ها توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يونت 7. يونت 7 هو تقريبا اتقل واطول يونت من حيث المعلومات. اول يونت يا مستر يونت 7 كان بيتكلم على حاجه اسمها الباست. يعني ايه مستر الباست؟ يعني بالبلدي كده الماضي، وكلمك على الباست سيمبل او الماضي البسيط. قال لك والله الماضي البسيط لازم تعرفه معلوم اللي هو اكتيف، ومجهول اللي هو الباسيف. تمام. المعلوم يا مستر في الماضي البسيط كنا بنقول هو الاي دي او التصريف الثاني، زي بلاي بلايد، واتش واتشد. ايه التصريف الثاني؟ مثلا ايت هتبقى ايت. كلام جميل. طب ايه يا مستر المجهول؟ والله يا مستر المجهول بيتكون من was او where بلس البي بي. was لو انت مفرد، where لو انت جمع. قشطات. دخلنا بعد كده. انا بعرف منين اللي انا ماضي بسيط؟ والله يا مستر بعرف ان انا ماضي بسيط من الكي ووردز، الكلمات الداله. كان في كلمات قديمه وكان في كلمات جديده. يا مستر والله يا ولاد الكلمات القديمه كنا بنقول عليها yesterday، last ago، once in the past. دي الكلمات القديمه. yesterday، last ago، once in the past. بعد كده قلت لك في كلمات جديده بقى خارجه من الكلمات القديمه، وهي جيت قلت لك مثلا كلمه once بتساوي حاجه اسمها once upon time. once upon time يا مستر معناها كان يا مكان. in the past. in the past يا مستر يعني في الماضي. ممكن عادي جدا تلاقيها in 2020 اي زمن في الماضي، او اقدر اقول لك in
ancient times يعني في عصور قديمة. أو أقدر أقول لك برضو in أو the other day عموما the other day. بعد كده يا مستر حلو قوي الكلام ده. بعد كده يا مستر قلنا خد سؤال كده مثلا عليها اجي اقول لك ايه 2 hours ago I not my room. قلت لك والله I clean ولا cleaned ولا cleans. والله يا مستر حاجه زي كده 2 hours ago I not انا نظفت فنظفت يا مستر فانت ماضي فهتبقى clean. حلو قوي. طب يا مستر لو قلت لك 2 hours ago my room ابتديت بماي روم باوضتي لا انت وقتها هتبقى مجهول. مش خلي بالك مبدا المجهول وقتها يا مستر هتبقى مجهول فاجابتك هتبقى was cleaned. كلام جميل قوي. بعد يا مستر ما اتكلمنا على الماضي على طول دخلنا طبعا تبقى عارف ان الماضي بسال بديد. خد بالمره خد المعلومتين دول. بسال يا مستر بديد وبنفي بديدنت والاثنين يا مستر بيجي بعديهم الفعل انفينيتيف مصدر. شطط. خش بعد كده بقى. دخلنا يا مستر بعد كده على حاجه اسمها يوز تو. قلت لك ان يوز تو دي واحده من اهم الحاجات او تقريبا اهم قاعده عندك في المنهج. ليه؟ علشان شامله 2 يونتس عشان واخده يونتين يونت 7 ويونت 8. شطط. بص بقى معايا واحده واحده. اتكلمنا يا مستر والله قلنا ان يوز تو ده رقم 4. يلا اصحى معايا. قلنا يا مستر يوز تو معناها ايه؟ اعتاد ان. يوز تو يا مستر معناها ايه؟ اعتاد ان. يوز تو معناها اعتاد ان. حلو. قلنا يا مستر ان يوز تو بيجي بعدها الفعل انفينيتيف مصدر. يوز تو يا مستر بيجي بعدها الفعل انفينيتيف ايه؟ مصدر. حلو. بعد كده قلنا يا مستر ان يوز تو ممكن يجي بعدها اي ان جي. الله امتى يا مستر اي ان جي؟ والله يا مستر لو جه قبل يوزد تو بي. يعني ايه يا مستر بي؟ يعني am is are was aware او get او become. لو جه يا مستر قبل used to be get او become خلي بالك بقى مش get بس يعني ممكن تبقى got gets getting كده. طب become became becomes كده اخواتها يعني. اي حاجه من الثلاثه دول be او get او become يجي بعدها يا مستر ايه الاي ان جي. يعني ايه مثلا؟ يعني هتلاقيها بالمنظر الجميل ده. هيجي يقول لك ايه مثلا he is used to playing. خدت بالك الفعل يا مستر جه في جه اي ان جي علشان جه قبل used to is اللي هي اساسا بي. تمام. بعد كده يبقى انا مستر قلت ان used to معناها ايه؟ اعتاد ان. used to معناها اعتاد ان. used to مستر بيجي بعدها الفعل في المصدر او اي ان جي. امتى اي ان جي؟ لو جه قبلها بي او جيت او بيكم. قلت لك يا مستر ان انا ممكن عادي جدا اسال بديد وانفي عادي جدا بديدنت. بس خلي بالك بقى ديد او ديدنت الاثنين بيجي بعديهم الفعل انفينيتيف مصدر. يعني بالبلدي هتلاقيها يوز تو مش يوزد تو. تمام. بعد كده يا مستر احنا بنتكلم دلوقتي بقى خلاص في يونت 8 كجرامر يوزد تو. ليه يا مستر؟ علشان هنا بيكلمك على العاده ولكن في المضارع. يعني ايه مستر عاده في المضارع؟ يعني تيجي كده مثلا هاجي اقول لك والله used to بتساوي حاجه اسمها no longer و anymore و any longer. اول لما تشوف دول على طول تعرف ان انت مضارع. وبما ان انت مضارع بسيط يعني مستر مضارع بسيط يعني مفرد اس جمع ساده واي تعامل معامله الجمع. بس خلي بالك بقى خلي بالك anymore معلومات تقيله بقى. anymore و any longer ما بيجوش غير في اخر الجمله ومش اي جمله. جمله السؤال او الجمله المنفيه. يعني اجي مثلا اقول لك ايه مثلا he no longer نقط ما بين اقواسها هتبقى smoke ولا smokes. بص كده على سؤال زي ده مستر والله no longer يبقى انت مضارع بسيط يعني مفرد اس جمع ساده. دي هي يعني ايه ولا دي هي انت؟ هي يعني ايه؟ هي يعني هو ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. والمفرد هياخد اس عشان انت بقيت شكل المضارع. قشطات. طب يا مستر لو كنت مسحت وقلت لك ايه مثلا تعالى كده لو انا مثلا جيت هنا قلت لك هي used to. لا يا مستر used to اساسا بيجي بعدها الفعل ايه في المصدر فهتبقى هي used to smoke. فاهم؟ عشان انت مصدر. طب اقول لك ايه لو جيت قبل used to قلت is او قلت get يا عم
بس هنا عشان فيها فهتبقى gets. he gets used to. لا يا مستر used to جه قبلها get او be او become، فالاجابه هتبقى ing فهتبقى smoking. فهمت اللعبه بتيجي ازاي؟ طيب بعد كده اخر معلومه في used to. ايه ده في ايه؟ طب هو انت ممحاه؟ لا ما ممحاش. used to. طيب يا مستر قلنا ان used to في حاجه تاني بتساويها، نقطه مهمه جدا جدا اهو، مهمه موت. ايه يا مستر النقطه المهمه موت دي؟ حاجه اسمها in the habit of. in the habit of يا مستر بيجي بعدها حاجه من اتنين، يا اما noun اللي هو اسم، يا اما الاي ان جي. انا اجي اقول لك ايه مثلا؟ هاني is in the habit of playing tennis. هاني في حاله او في يستر يا رب في عاده لعب التنس. فاهم؟ فتحط بعدها الاي ان جي عادي جدا. خلي بالك من دول كويس جدا جدا جدا. اشطط. تعالى كده دي ان خلصت الباست، خلصت يوزد تو، خش على هات زائد البي بي. مستر بتكلم دلوقتي على نقطه مهمه. ايه يا مستر نقطه مهمه؟ ركز. بص هتسرح خمسه هتلاقيني خلصت نص المنهج. هو كده. مستر بتكلم يا حبيب قلبي على حاجه مهمه. ايه يا مستر الحاجه المهمه؟ بتكلم والله على حاجه اسمها الباست بيرفكت او الماضي التام. يعني ايه ماضي تام؟ بص معايا. الماضي التام يا مستر هو اقدم حدث، اقدم حدث في الماضي. يعني ايه اقدم حدث في الماضي؟ يعني انت مثلا امبارح لعبت وبعدين اكلت، انهي اول حاجه حصلت؟ لعبت يا مستر، لعبت ده ماضي تام. طيب من شهر، من شهر انت خدت عيديه، خرجت مع اصحابك، جبت هدوم، انهي اول حاجه حصلت؟ اول حاجه حصلت خدت عيديه، خدت عيديه ده ماضي تام. طيب مستر خرجت مع اصحابك وجبت هدوم، دول يعتبروا ايه؟ خرجت مع اصحابك ماضي بسيط وجبت هدوم ماضي بسيط. ايه ده ايه ده انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك لو انا جبت لك 16 زمن في الماضي، في الماضي كلهم اقدم واحد فيهم ماضي تام، طب الباقي كله ماضي بسيط. يعني كم عدد الماضي التام في الجمله الواحده؟ هو واحد. كم عدد الماضي البسيط في الجمله الواحده؟ ممكن يبقوا 20 12، ممكن يبقى واحد برضه بالحب. يبقى انا كلامي بما ان انا بتكلم على الماضي التام، كلامي ما بين حاجه من اتنين. اسمع، يا اما ماضي تام يا اما ماضي بسيط. ماضي تام يا مستر يعني هاد زائد البي بي. ماضي بسيط يا مستر يعني يا اما اي دي او تصريف تاني. طيب بعرف ان انا ماضي تام والله يا حبيب قلبي معاك حاجه اسمها روابط. ايه يا مستر الروابط بتاعتي؟ ادي افتر، افتر مره في النص مره في الاول، بيفور مره في النص مره في الاول. تعالى واحده واحده بقى. ادي يا مستر كان معايا القاعده بتاعتي بتقول لك ايه؟ بتقول لك الماضي التام هيجي افتر افتر بيفور بيفور، بعد افتر قبل بيفور، بعد افتر قبل بيفور. هو ايه يا مستر لا مؤاخذه اللي بعد افتر وقبل بيفور؟ ده الماضي التام. الماضي التام بيجي بعد افتر قبل بيفور. فانا اجي بعد افتر احط هاد زائد البي بي، افتر هاد زائد البي بي، بيفور هاد زائد البي بي. حلو. المره اللي انت تاخد فيها هات زائد البي بي ما هم اتنين يا دايره. تعالى مثلا اول واحده افتر جه بعدها هات زائد البي بي، ادي هات زائد البي بي صح. فاضل لك ايه بقى يا مستر؟ اي دي او تصريف. انت اي دي او تصريف تاني. خش على اللي بعده. هات لي القلم الازرق يلا، ولا امسح هلا، امسح هلا. تعال ادي افتر ايه؟ افتر يا مستر جه بعدها ايه؟ جه بعدها هات زائد البي بي، ادي هات زائد البي بي. فاضل لك ايه؟ انت اي دي او تصريف تاني. بيفور جميله قوي، بيفور فيستك. بص على بيفور، بص على اخر حرف في بيفور. ادي بيفور اهي، اخر حرف منها ايه؟ يجي بعدها اي دي او تصريف تاني. والله عبيط، بص عبيطه قوي. تعال على اللي تحتها ايه؟ ادي بيفور ايه؟ بص على بيفور اخر حرف منها ايه؟ يجي بعدها اي دي او تصريف تاني. الناحيه الثانيه هاد زائد البي بي. اشتط. خد بقى بعض التفاصيل، بعض التريكس، بعض التريكس مهمه جدا جدا جدا، خلي بالك منها. ايه يا مستر بعض التريكات والثوابت معايا؟ واحد، افتر وبيفور
لو مفيش فاعل حط الاي ان جي. بعد كده 2 يا مستر. 2 بقول لك ان اون بيجي بعدها الاي ان جي. 3 يا مستر. بقول لك اللي انا معايا حاجه اسمها having يا مستر بيجي بعدها البي بي. 4 يا مستر معايا حاجه اسمها till وانتل. يا مستر والله يا ولاد till وانتل الاثنين بيجي قبلهم didn't زائد المصدر، او خلي بالك ممكن wasn't او weren't بس يجي بعدها يا اما البي بي اللي هو التصريف الثالث، او يجي بعدها noun اسم او adjective صفر. شطط. طب ويجي ايه مثلا؟ بس خلي بالك هي didn't والمصدر هتجيلك، هي didn't والمصدر ان شاء الله. جه بعدها يا مستر had زائد البي بي. ده المنظر اللي قدامك ده تخلي بالك منه كويس جدا 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 جدا، وده اللي بيجي لك في الامتحانات. راجعه كويس. شطط. خش على اللي بعده. طبعا ادي هاد زائد البي بي. خش على البريزنت سمبل او المضارع البسيط. والله مستر البريزنت سمبل او المضارع البسيط في لقطه مهمه جدا لازم تبقى عارف. كل او اهم حاجه في البريزنت سمبل ادي اهو البريزنت سمبل المضارع البسيط جدول ومواعيد. ايه جدول ومواعيد؟ اهم نقطه في المضارع البسيط جدول مواعيد مضارع بسيط. جدول مواعيد مضارع بسيط. يعني مستر جدول مواعيد ودي خلي بالك دي نفس اللقطه اللي احنا بنتكلم عليها في الفيوتشر في المستقبل واحنا بنشتغل في يونت 10. يونت 10 فاهم؟ فالدنيا لذيذه. يعني ايه مستر بس جدول مواعيد عشان ابقى فاهم؟ اجي اقول لك مثلا والله طياره. تعالى انت جيت في جمل. اجي اقول لك مثلا والله the train not at 4 p.m. The train leaves is leaving. والله يا مستر حاجة زي كده. The train القطار not at 4 p.m. القطار يغادر الساعة 4. يا مستر هو القطار ده بيغادر بمزاجه؟ لا بصراحة. طب ليه يا مستر؟ لا علشان عادي يعني ده جدول مواعيد ما مش بكيفه فاهم؟ جوه الترين بيبقى فيه تيكت فيه تذاكر انت بتحجزها، فالتيكت التذكره دي بيكون عليها الميعاد. فانا بقول لك يا مستر جدول مواعيد. جدول مواعيد مضارع بسيط. مضارع بسيط مفرد اس جمع ساده اهو. ادي المضارع البسيط المعلوم بتاعه مفرد اس جمع ساده. طب يا مستر المجهول يا مستر هاد زائد البي بي. واحده واحده كده وعلى الاقل من مالك. فانا مستر بقول لك هنا ذا ترين القطار ده مفرد اس جمع ساده. فالاجابه يا مستر ذا ترين القطار ده واحد مفرد يعني. فالاجابه هتبقى ايه؟ leaves. اللي بعده خلي بالك هتجي لك مفرد هتجي لك جدول مواعيد مضارع بسيط بالقطار او بالبلين. يعني مستر بلين الطائره يا ده يا ده. بعد كده عايز اقول لك والله ان الفاكتس. يعني مستر الفاكتس الحقائق او الثوابت بتيجي مع المضارع البسيط. يعني ايه حقائق او الثوابت؟ يعني اجي اقول لك مثلا والله كوكب الارض يدور حوالين الشمس. اجي اقول لك مثلا والله نهر النيل يجري في مصر. كل دي يا مستر بنقول عليها ثوابت وبنقول عليها حقائق. تعالى مثلا كده اجي اقول لك the train ايه بقى؟ شغلانه ولا ايه؟ اجي اقول لك مثلا earth not around sun. earth turn ولا turns ولا turning. والله يا مستر هنا بقول لك الارض تدور حوالين الشمس. دي حقائق وثوابت مفرد اس جمع ساده عشان مضارع بسيط. فانا هنا ايرث كوكب الارض ده مفرد. فالاجابه يا مستر هتبقى ايه؟ ولا مش ممحاه ما وعدتش ممحاه هنا. والله يا مستر الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى turns. اخر لقطه في المضارع البسيط عشان تبقى فاهمها كويس جدا جدا جدا. ايه هي؟ ان انا ممكن استخدم الروابط دي. ايه انهي روابط؟ روابط دي يلا اللي هي افتر لسه كاتبها من شويه. افتر وبيفور
وwhen والحاجات دي كلها مالها يا مستر الروابط دي؟ يلا الروابط دي تبقى عارف ان انت ممكن تستخدمها في حاجه من اتنين، مضارع ومستقبل. مضارع ومستقبل. ايه يعني يا مستر مضارع ومستقبل؟ مضارع بس ما حددلكش، قال لك مضارع حاجه من اتنين، يا مضارع بسيط اللي هو مفرد اس وجمع ساده، يا مضارع تام اللي هو هاف او هاز زائد البي بي، وبعد كده يا مستر مستقبل. يعني مستقبل يعني ويل والمصدر. مش فاهم. بص كده السؤال ده بالبلدي كده، دارك وانا اسمع، ركز هنا معايا. انا بقول لك ان افتر وبيفور او وين او اي ربط عموما هتجيلك هيقول لك مضارع والناحيه الثانيه ويل. لو جاب لك ويل والمصدر تعرف اللي هو عايز يا مستر مضارع يا بسيط يا تام، اللي هيكون عندك اختاره. يعني لو جبت لك مثلا سؤال زي ده after he not up early he will go to work. After he wakes have walking had walking. سؤال زي ده يا مستر سؤال يستدعي الفكر، سؤال تقيل مش اي حد يعرف يحله. بمعنى بصيت عليه قلت لك افتر هي نوت طالب العادي يا مستر ايه ده افتر يجي بعدها هات زائد البي بي فسا. ما انت ما بصيتش الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه في ويل يبقى دي بتاعت مضارع مستقبل، يبقى دي بتاعت مضارع مستقبل مش بتاعت اليونت اللي فات. حلو، يبقى انا مضارع كده كده ويل اهو جاب لي المستقبل، يبقى انا فاضل لي مضارع. يا ترى انا مضارع بسيط ولا مضارع تام؟ بص على الاختيارات. انا مستر افتر هي بعد ما هو ده مفرد، فانا لو هتكلم على اني مضارع تام فانا لازم يبقى معايا هاز والبي بي. فين هاز؟ لا هاز لا دي هاف يا مستر دي جمع، لا في هاز لا يبقى انا مضارع بسيط يعني مفرد اس جمع ساده. فانا بص هنا هي ده هو ده مفرد والمفرد هياخد اس، فالاجابه هتبقى ويكس. تشكر الف شكر. ادي البريزنت سمبل تمام. البريزنت بيرفكت او المضارع التام. تعالى بقى يا مستر البريزنت بيرفكت او المضارع التام الدنيا سهله فيه موت. تسلم 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 تسلم. ايوه لا اقفل ارجو الرد. ماشي هرد حاضر. مستر بمناسبه الرد يا جماعه هو مش وقت لا احنا بنتكلم في مراجعه ودنيا بس. خير يا رب خير يا رب. ما حدش يزعل لو ما بردش، في ضغط رسائل غريب. من اول السنه الجايه هروق عليكم والله. المهم واحده واحده بقى. بنتكلم يا مستر دلوقتي على حاجه اسمها البريزنت او المضارع البيرفكت او المضارع التام. ماله يا مستر لا مؤاخذه المضارع التام ده؟ وايه هو المضارع التام ده؟ بص يا قلبي، المضارع التام ده هو حاجه حصلت ولها تاثير، حاجه حصلت ولها ايه؟ تاثير عليا. بمعنى انت مثلا دلوقتي حالا ما كنتش عارف اي حاجه في الانجليزي، ما بتحفظش حاجه، ما بتحفظش ولا كلمه، دلوقتي قاعد بطنك وجعاك ويا رب هسقط والكلام ده كله. فدي حاجه حصلت في الماضي مالها مأثره عليك دلوقتي. بص انت اروع مثال على المضارع التام. المهم المضارع التام يا ولاد بنقول ان هو طبعا حاجه حصلت في الماضي ومالها مأثره عليا دلوقتي. المضارع التام بيتكون من، والله يا مستر بيتكون من have او has زائد البي بي. لو انت مجهول هتبقى have او has been والبي بي. معلوم اطلع يابا مجهول. طيب انا يا مستر بعرف منين ان انا مضارع تام؟ من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام. كان معايا اغنيه، الاغنيه يا مستر بتقول لك ايه؟ since for already just ever never yet. since for already just ever never yet. تعال
تعالى يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. since or already just ever never yet. على الاقل من مالك واحده واحده كده. بص شوف الدنيا تمشي ازاي يا مستر. سنس يا اولاد معناها منذ. سنس يا مستر معناها ايه؟ منذ. خلي بالك ان سنس بتيجي مع نقطه البدايه، مع نقطه البدايه. يعني ايه مستر نقطه البدايه؟ اجي اقول لك والله مثلا انا عايش في مصر منذ 2010. من 2010 دي نقطه البدايه. فور يا مستر معناها لمده. فور يا مستر معناها ايه؟ لمده. عايز اقول لك ان فور بتيجي مع طول المده. يعني يا مستر طول المده، يعني اجي اقول لك مثلا انا عايش في مصر بقالي 15 سنه. 15 سنه دي يا مستر ده طول المده. طيب اوريدي يا مستر بقول عليها بالفعل. يعني ايه؟ يعني كره كره. يعني يا مستر كره كره. انت اسمك عبده. عبده انت قاعد قدامي ولا عبده؟ انا بعد ما اخلص اسمع لك السبوره دي كلها براحتك يا مستر. انا كده كده مركز، انا اوريدي مركز، انا بالفعل مركز. شطط. جاست يا مستر معناها يا دوب. يا دوب حاجه لسه حاصله تون لسه الان. ايفر ايه جرى التحضير ايه؟ مش عايز احضر حاجه. ماشي تكمل. ايفر ونيفر. ايفر ونيفر يا مستر الاثنين معناهم ابدا. الاثنين معناهم ابدا، ولكن ايفر يا مستر بتيجي مع السؤال او الجمله المنفيه. السؤال او الجمله المنفيه. نيفر يا مستر بتيجي مع الجمله العاديه. شايف يت؟ مش انت اخر كلمه؟ تعرف ان يت بتيجي في اخر الجمله ومش اي جمله. جمله السؤال او الجمله المنفيه. الجمله المنفيه. تعالى كده اما اديك سؤالين ثلاثه كده. سؤالين ثلاثه كده وشوف الدنيا هتمشي ازاي. بسم الله. واحد. اول سؤال مثلا اجي اقول لك ايه؟ she has studied not 4 hours. اجي اقول لك for ولا since ولا yet ولا never. اتنين. هاني hasn't worked نقط في اخر الجمله. ها؟ since ولا for ولا yet ولا never. ثلاثة اجي اقول لك ايه؟ نور has not smoked since for yet ولا never. الثلاث اسئله دول جرب اكتب الاجابه قبل ما انا ما اخش. خلاص انا دخلت. اول سؤال مثلا بقول لك ايه؟ she has studied not. عايز اقول لك هي ذاكرت لمده 4 ساعات. طالما طول المده خد for لمده 4 ساعات. اثنين. هاني hasn't worked. عايز اقول لك هاني ما ذاكرش حتى الان لحد دلوقتي. يا مستر ايه اللي بيجي في اخر الجمله؟ ها؟ يت. فالاجابه مستر هتبقى يت. بس خلي بالك جمله السؤال او الجمله المنفيه اوريدي بتيجي في اخر الجمله برضه، بس الجمله العاديه. يبقى انت معاك جمله سؤال وجمله منفيه. ادي اهي hasn't فكانت نفي. سؤال رقم 3. نور الغاليه has not smoked. عايز اقول لك نور ابدا ما دخنت ابدا. فالاجابه مصر هتبقى ايه؟ هتبقى نور has never smoked. تدخن ازاي؟ ممرضه قد الدنيا. اللي بعده يا مستر خد نقطه مهمه وبعد كده نبقى خلصنا كده البريزنت بيرفكت. بص يعني بتكلم يا مستر على حاجه اسمها السنس. سنس يا مستر يجي قبلها حاجه ويجي بعدها حاجه. اوعى تنسى دي. سنس يا مستر يجي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. يعني مضارع تام يعني لسه قايلين هاف او هاز. يعني هاف او هاز زائد البي بي. طب ويا مستر يجي بعدها ايه؟ اي دي او تصريف تاني. اجي اقول لك ايه مثلا؟ she has studied hard
since she not child is are was where. مستر سؤال زي ده حبيب قلبي، سؤال زي ده ادي since اهي. since النقط بعدها ولا قبلها؟ والله يا مستر سؤال زي ده النقط بتيجي بعدها. طالما بعدها يا مستر يعني انت ماضي بسيط. يعني ايه يا مستر ماضي بسيط؟ يعني از وار غلط. انا يا was يا were. شي دي مفرد فالاجابه هتبقى ايه؟ she was a child. قشطات. خش على اللي بعده. تعال نشوف اللي بعده ايه في الخريطه بتاعتنا. ارجع present perfect صح. واو خلصنا نص المنهج في قد ايه في قد ايه في قد ايه؟ نص ساعه. اه ده انا ابقى ضاي. الله اكبر عليا. خش. انا نسيت كنا علينا ايه؟ كان علينا ايه؟ الفيوتشر الفيوتشر. مستر بتكلم يا ولاد على الفيوتشر. اوعى تكون قلبت وشفت كان علينا ايه ولا مش بتاع بطاطا. ما انا عارف اللي هو الفيوتشر. بص يعني الفيوتشر يا مستر المستقبل اتكلمنا عليه بصياغه جميله جدا. اتكلمنا وقلنا مبدئيا كده انا معايا شكلين ايه هما؟ will وجوينج تو. كان 6 اشكال. تك تك بسرعه كده يا مستر. اتكلمنا على will وجوينج تو اول شكلين واتقل شكلين. قلنا ايه المطلوب منك تعرفه منهم؟ والله يا مستر قلنا ان will دي معناها سوف. يا مستر will معناها ايه؟ سوف. خلي بالك will يا مستر بيجي بعدها الفعل انفينيتيف. will وجوينج تو الاثنين معناهم سوف. والاثنين يا مستر بيجي بعدين الفعل انفينيتيف مصدر. طب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ قلنا ان will حاجات مش اكيده. طب جوينج تو يا مستر حاجات اكيده. يعني ايه يا مستر؟ اشرح لي المبدا. انت بس دلوقتي في قلب فصل الصيف الساعه 12 الظهر في عز الشارع. انت واقف دلوقتي شمس وحر وقرف وتلزيق ويع. جعيل بس خلي بالك الدنيا هتمطر. ايه ده؟ هتمطر ازاي؟ يعني في قلب الصيف والدنيا حر وعرق وقرف وبتاع. فده يا مستر كده هو بيتنبأ ولكن حاجه مش اكيده. فهيقول لك it will rain. تمام. لكن لو انت مثلا في قلب الشتاء الدنيا تلج والسماء بتندع وبتاع خلاص. فجي حد كده بيقول لك ايه؟ بس خلي بالك الدنيا هتمطر دلوقتي. دي حاجه اكيده ولا مش اكيده؟ ان شاء الله اكيده. فوقتها تستخدم going to. قشطات. اتكلمنا على المبدا ده. قلنا يا مستر ان will في كلمات بتدل عليها زي ايه يا مستر؟ زي think maybe hope probably وبعد كده عندك حاجه اسمها expect. وتخلي بالك من الكلمه الشاذه وهي sure. بالتاكيد قلنا مستر ان العيال اول ما تشوف شور بتتهطل. ايه ده مستر شور؟ خد جوينج تو. خد صفر. يلا غلط. يلا شور ويل على طول. يا مستر دي معناها اكيد وبتاع. هي حاله شاذه يلا اسمها شاذه. فشور خد ويل. بعد كده ايه يا مستر كانت بتدل على جوينج تو؟ قلنا يا مستر معايا حاجه اسمها زي decide يقرر. هتبقى decision. لو انت مثلا decision يعني يا مستر decision يعني قرار. معايا حاجه مش عارف ايه اللي بيميلك كده يعني. معايا مستر حاجه اسمها plan. يعني مستر plan يعني خطه. ممكن يقول لك planned يخطط او it's a plan انها خطه. بعد كده معايا مستر حاجه اسمها intend او intention نيه او ينوي. تمام. بعد كده يا مستر تخلي بالك كويس قوي 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 من المعلومتين 3 اللي انا هقولهم لك وهم واحد نقول لك خلاص هتبقى جنبها. واحد يا مستر الاعمار. قلنا يا مستر الاعمار بيد الله. ايوه ما انا عارف. والاعمار بتاخد ويل. الاعمار يا مستر بتاخد ايه؟ ويل. 1 2. قلنا يا مستر ان صفات الناس لا تعتبر دليل. يعني ايه يا مستر صفات الناس لا تعتبر دليل فخد ويل. يعني مستر لا تعتبر دليل. يعني مثلا لو جيت قلت لك الواد حمشي يا مستر سريع موت. حمشي هيبقى الاول في السباق. دي اكيد ولا مش اكيده؟ لا مش اكيده. مبدئيا انا ما قلتش اللي هو اسرع واحد. 2 ممكن يبقى اسرع واحد ويجي كده يقع. فصفات الناس يا مستر لا تعتبر دليل فبتاخد ويل. اشتط. بعد كده مستر اتكلمنا على المستقبل بالمضارع البسيط. قلنا كل مطلوب منك تعرفه المضارع البسيط اللي هو جدول ومواعيد. خد مضارع بسيط. لسه متكلمين عليها ونفس المثال بتاع الترين القطار هو. طب بعد كده مستر قلنا اللي احنا بنستخدم برضو المضارع المستمر في المستقبل. يعني مستر present continuous المضارع مستمر بستخدمه في الفيوتشر. مش فاهم. قلنا يا قلبي
يعني خد بقى كده. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا دلوقتي معاك الكلمات دي، حاجه اسمها arrange يرتب او arrangement، ومعاك حاجه اسمها book. ما تقوليش book يعني كتاب بقى يا متخلف، book معناها يحجز. فاول لما تلاقي مستر بالبلدي ترتيبات، هتلاقي arrange يا book او arrangements، ترتيبات مش تفرق. اول لما تلاقي دول على طول تعرف ان انت تستخدم ايه؟ هتستخدم am او is او are زائد ال ing. بعد كده يا مستر، والله يا مستر بعد كده اتكلمنا على المستقبل، ولكن المستقبل المستمر. يعني مستر future continuous، يعني المستقبل المستمر، يعني حاجه من الحاجات دي. اسمع بقى، المستقبل المستمر يا مستر هو فتره محدده في المستقبل. يعني فتره محدده في المستقبل يعني tomorrow، بكره مثلا from 7 مثلا to 10، بكره من 7 ل 10، بكره الساعه 6، الاسبوع اللي جاي يوم السبت الساعه 2. فاهم؟ فتره محدده في المستقبل. اول لما تشوفه على طول هتستخدم will be will ing. مش فاهم، اجي اقول لك مثلا والله tomorrow at 3 p.m. don't call me. I not ما بين أقواس I will work، I will be working، والله I will work عادي، يلا يلا work ولا works. بص كده معايا، والله يا مستر بكره الساعه 3 بالظبط، وقت محدد في المستقبل، فانت هتاخد will be will ing. فالاجابه يا مستر هتبقى ايه؟ هتبقى will be working. بعد كده يا مستر بتكلم على حاجه اسمها الفيوتشر بيرفكت. يعني مستر الفيوتشر بيرفكت يعني المستقبل التام. ايه يعني مستر المستقبل التام؟ بص يا بابا، الفيوتشر ولكن بيرفكت. بص يا قلبي، المستقبل التام مستر مستقبل فيستك خالص، بتعرفه من 3 كلمات. واحد باي، ودي اللي جايه لك في الامتحان، باي زائد فتره مستقبليه ان شاء الله. يعني فتره مستقبليه يعني اقول لك ايه مثلا باي 2030، باي 2030. اجي اقول لك باي بحلول، وهنا باي معناها بحلول ذا نيكست ويك، باي ذا نيكست ويك، حلول الاسبوع الجاي. فاهم؟ باي زائد اي فتره مستقبليه. اتنين in this time next، in this time next وخد فتره. يعني in this time يعني زي دلوقتي ها. فاهم؟ ثلاثة يا مستر، اجي اقول لك ايه؟ in not years. يعني يا مستر in not years يعني في خلال، in 3 years in 4 years in 5 years كده يعني and so on وهكذا. بعد كده يا مستر اول لما تشوف دول تعرف ان انت يا اما معلوم يا اما مجهول. والله يا مستر لو انت معلوم هتبقى will have will be. طب مستر لا قدر الله لو انت مجهول هتبقى will. ايه ده؟ مربعات؟ هتبقى مربعات؟ ايه ده؟ شكل؟ لا مش عايز شكل انا. امسح ازاي؟ ممحاه؟ طيب مش عايز شكل 2 دي، مش عايز انا يا عم. لا اله الا الله. طب ما انا ممحاه اهي، ممحاه. طب اعمل ايه؟ مسح الكل، مسح ارجع. اعمل ايه طيب؟ تحديد، احذف. هات ده احذف كله، احذف. ايوه كده. واو مجرم، هاكر. ماشي، لما بص انا كان ماشي خلاص، لو جيت قبل من دقيقه كنت هتشوفني وانا بهكر لك الجهاز. ماشي. بص معايا، المجهول، والله يا مستر المجهول هتبقى will have been will be. الدنيا جامده جدا مجرمه. خد سؤال كده شوف بيجي ازاي على الحوار ده. اجي اقول لك ايه مثلا by 2050 I not
تسلا مثلا. I will buy ولا will have bought ولا will have been bought. لا والله يا مستر انت هنا by 2050 بحلول 2050 يبقى انت كده مستقبل تام. بما انت مستقبل تام فانت لو معلوم will have will be be، لو موجود will have been will be be، فانا هنا I فانا كده يا مستر معلوم. بما ان انا معلوم فالاجابه هتبقى will have will be be، فهتبقى will have bought. يلا انا كده خلصت المستقبل. ارجع 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 ورينا ورينا ورينا. ادي المستقبل. فاضلك reported with dedication. ماشي هات لي reported. يلا هاني تاني تماسك 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 تماسك. مستر دخلني قلبي بعد كده يا مستر على حاجه اسمها reported speech. اول الكلام المنقول. الكلام المنقول فكرته كلها اللي انت بتحول للماضي. يعني ايه مستر تحول للماضي؟ لو انا مثلا دلوقتي جيت قلت والله I am، ابص اهو كده مثلا مستر محمود بيقول سيد قال I am hungry. يلا فانت مطلوب منك تحول جمله زي كده. يعني مستر حول جمله زي كده. يعني مثلا دلوقتي انت اسمك تيمور، هو الواد تيمور اللي كان في اخر حصه اولى ثانوي. الواد تيمور ده سي انت اسمك تيمور. ولا تيمور احنا دلوقتي في قلب الحصه، انا جعان قوي يوم، انا جعان قوي. الواد تيمور ده محترم ابن ناس متربي. الواد تيمور بعد ما الحصه ما تخلص ياما ياما اعملي اي اكل لمستر محمود بسرعه. انت عارفه المستر في الحصه كان جعان. هو ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي بقول انا جعان، لكن لما تيمور ما راح قال لامه قال ان المستر كان جعان. فخلي بالك هو عمل ايه؟ هو حول الجمله. بص انا معايا مستر خطوات بحول بيها. انا يا مستر ازاي بحول؟ ازاي بحول؟ 1 نزل الاسم. 2 فعل القول هيبقى يا اما سيد يا اما told، او في مليون فعل القول، في asked في فاهم؟ فخلي بالك. 3 يا مستر حط ذات. 4 هتلاقي فيها اقواس مالكش دعوه بيها شيلها. 5 والله يا قلبي بقول لك حط الضمير. 6 ارجع. 7 ارجع جامد. 8 ولا 8 يا مستر بقول لك حط نقطة. مش فاهم؟ تعالى كده بص معايا كده. يا رب البيت ما تزهقش ما تزهقش ما تزهقش. ها احنا بنفنش. دقيقة كام؟ طب يا عم الدقيقة لسه ما كملناش ساعة. ده احنا الله أكبر يا لهوي لو لمينا المنهج كله في أقل من ساعة ده إجرام. بص يا قلبي أول حاجة يا مستر بقول لك إيه؟ نزل الاسم اللي هو مين؟ مستر محمود. مستر محمود. بعد ما انزل الاسم تاني حاجه بقول لك ايه يا مستر؟ حط فعل القول اللي هو مستر سيد. مستر محمود سيد قال. 3 حط ايه؟ حط ذات. 4 بيقول لك ايه؟ الاقواس. شيل الاقواس ما تعملش حاجه يعني. 5 اعمل ايه يا مستر؟ 5 الضمير اي. الواد تيمور لما راح لامه ياما انت عارفه يا مستر محمود قال ان هو اي هتبقى ايه؟ هتبقى هي عشان راجل. طب لو بنت هتبقى شي. فالمهم سيد ذات هي قال ان هو كان. قام يا مستر هتبقى was وهنجري تنزل زي ما هي. خش يا باشا على اللي بعده. خلي بالك انا هنا لما رجعت ازاي يا مستر برجع او ازاي بحول في الماضي. بص بقى اللي جاي دي ثوابت. الثوابت دي تحفظها زي اسمك. بص يا قلبي والله لو انت كنت ام او از او ار احولك لوز او وير. لو انت المفرد واخد اس والجمع جاي ساده يعني مضارع بسيط فهتبقى اي دي او تصريف تاني. طب لو قدر الله لو كنت اي دي او تصريف تاني اساسا. اي دي يا مستر او تصريف تاني هتبقى هاد زائد البي بي. بعد كده يا مستر والله لو انت كنت كان هتبقى could shall هتبقى should will هتبقى would. بس خلي بالك كل ده يا مستر بيجي بعدين من فعل infinitive مصدر. بعد كده ولا
بعد كده يا مستر والله بقول لك لو انت كنت اي ان جي ما تلعبش فيه. يعني بس ما تلعبش فيه يعني سيب اي ان جي زي ما هو، عشان في عيال اول ما تشوف ايه ده ايه ده ايه ده اي ان جي وتلاقيه بدا يحول كده. لا يا باشا، اي ان جي سيبه زي ما هو اي ان جي. فانا يا مستر كده تعالى اديك كام سؤال، 3 كده 4 ولا حاجه، نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. يلا يا ولا يلا يا ولا يلا يا ولا. اجي اقول لك مثلا والله يا مستر، والله يا مستر معايا. اجي اقول ايه، نسيت. اجي اقول لك مثلا عمرو سيد عمرو قال I watch TV. يلا يا باشا حول الجمله يا باشا، يلا حول معايا. اول حاجه يا مستر بعمل ايه؟ نزل الاسم اللي هو مين؟ عمرو. تسلم عمرو. عمرو. بعد كده هيعمل ايه؟ نزل فعل القول اللي هو مين؟ سيد. تالت خطوه حط ذات. رابع خطوه اقوال شيلها. 5 هتبقى ايه؟ هتبقى هي. عمرو سيد ذات هي. يلا واتش فعل جاي ساده. والله يا مستر الفعل جاي ساده حط له ايدي او تصريف تاني هاته ماضي يعني. فهتبقى عمرو سيد ذات هي watched وحط التي في ينزل زي ما هو. مجرم 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 مجرم. مستر السؤال في الامتحان بيجي لي ازاي؟ بيجي لك اختر، يعني يجي يقول لك مثلا، اجي اقول لك مثلا والله علي said that he not the room. Ali said that he cleaned ولا cleaning. مستر سؤال زي ده خلي بالك، بص على المعلومتين دول. بص انا بقول لك يا مستر لما تلاقي الجمله فيها كوتيشن مارك، يعني مستر كوتيشن ماركس يعني علامات كوتيشن يعني علامات بالنسبه لك انت تنصيص، فاهم؟ علامات تنصيص. اول لما تعرف ان الجمله فيها علامات تنصيص تعرف ان دي جمله عايزه. يعني مستر عايز يعني عايز تتحول. بص كده ادي يا مستر هي علامات تنصيص، ودي بقول عليها جمله عايزه فحولتها. ادي علامات تنصيص اقواس يعني بعرف ان دي جمله عايزه فبحولها. لكن يا مستر لما تلاقي جمله عاديه ما فيهاش تعرف ان دي جمله متحوله الا كلمه. جمله ايه يا مستر؟ متحوله الا كلمه. يعني ايه يا مستر؟ لا مؤاخذه في اللفظ متحوله الا كلمه، يعني جمله زي دي فيها اقواس ولا لا؟ لا ما فيهاش. يبقى دي يا مستر جمله ايه؟ متحوله الا كلمه، فاضل لها كلمه واحده وتتعمل. طب ايه يا مستر الكلمه؟ انت عايز الماضي صح؟ فالماضي يا مستر في دول هو حاجه اسمها كليند. حاجه اسمها ايه يا مستر؟ كليند. مهمه جدا جدا جدا. بص بقى على شويه تريكات، دي هي دي التريكات اللي جايه لك في الامتحان. اسمع بقى يا مستر، انا قلت لك ارجع وبعدين نرجع جامد. يعني ارجع وارجع جامد. مثلا جيت قلت لك مثلا ولا تيمور انا جعان دلوقتي. الواد تيمور لما راح لامه قال لها يما مستر محمود كان جعان من شويه. شفت ناو بقت زن دي اللي هو دلوقتي بقت من شويه. تعالى اديها لك بالانجليزي. لسه قايلينها ناو هتبقى زن. معايا مستر today هتبقى that day. tonight هتبقى that night. yesterday هتبقى the day before أو the previous day. ركز عشان اديك شويه تريكات هنا يا مستر. طب كلمه tomorrow اللي هي بكره هتبقى the following day أو the day after. بص يا قلبي شويه ثوابت بقى. اول لما تشوف
اول لما تشوف the day before او the previous day، اول لما تشوفه في الجمله تعرف ان كلامك هيبقى على had زائد البي بي. الاجابه هتبقى had زائد البي بي. بصمج معايا عشان ريبورت سبيتش ده بيبقى صعب. اول لما تلاقي the day before او the previous day حط had زائد البي بي. اول لما تلاقي the following day او the day after حط would والمصدر. افهم بقى. اول يا مستر لما تلاقي الزن في الجمله تعرف ان كلامك في was او where زائد الاي ان جي. ذات داي بقى او ذات نايت حط الاي دي او التصريف التاني. اشطط. مثلا لما اديك سؤال زي ده واجي اقول لك ايه مثلا، والله اي احمد مثلا، احمد said that he not that car the following day. قلت لك بقى الاختيارات، لا كبر بقى الدنيا دي عشان عايز الشباب يشوفوها كويس. وقلت لك يا مستر الدنيا بص بقى معايا هنا. قلت لك بقى الدنيا يا مستر هتبقى ايه؟ that he buy will buy would buy had bought. بص كده معايا هنا، بص معايا هنا. والله يا مستر احمد said that he not the car. بص هنا the following day. يا ساتر يا رب. قلت لك اول لما تلاقي the following day او the day after حط ايه؟ حط would والمصدر. فالاجابه مصر هتبقى ايه؟ هتبقى would buy. والله العظيم لو حفظت السبوره دي انت خلصت كده بالنسبه لك الريبورتد سبيتش. اخر جرامر معانا. ايوه اخر جرامر. خلاص الدقيقه كام؟ الدقيقه 54. حلو يعني فاهم. هتلاقي عندك 52 ولا حاجه. عايز اقول لك خلاص نجي من فن الشو. انا بحب المراجعات الصغيره كده الجميله كده الملخصاتيه دي. ليه؟ وانا طالب، مش من بعيد يعني من قريب. وانا طالب كنت طبعا مدرسينا لسه لحد دلوقتي، هم مش هينفع اذكر حد بس كلهم على راسنا. وانا كانوا مدرسيني ولسه لحد دلوقتي مدرسيني. مستر رضا الفاروق مثلا، مستر محمد صلاح، مستر خالد صار. الناس الجامده دي كلها طبعا ربنا يوفقهم. هم كانوا بيتعبوا قوي معانا. يعني اخش مثلا الاقي جد رضا عامل لي مراجعه 8 ساعات. يعني انا بقعد اول ربع ساعه انا زهقت. والله مش قصدي حاجه بس فاهم. مستر محمد صلاح يعني الله يبارك له. كلهم بيعملوا مراجعات كتير قوي وبيقولوا حاجات كتير قوي. انا عارف وانت عارف وهو عارف واي حد فينا عارف ان انت مش بتسمعهم كلها. انت مش بتسمع الفيديو كله، بس هم الناس بتعمل اللي عليهم فاهم. فكل واحد ليه مدرسه بقى. انا بقول لك كل حاجه الحمد لله. بحاول ايه اقول لك يا عم حتى 90% من الحاجات فاهم. وكده انا قلت لك ان الحاجات مشروحه بالتفصيل في اليونتس، بس ده هو ده الملخص فاهم. يعني كده في الامتحان بيجيب لك من الملخص مش من فاهم. يا رب تكون فاهمني يعني. بس انا كمحمود عبد الله انا مدرسه الملخص في المراجعات. ما بحبش ان انا اقول كل حاجه في المراجعه. فانا دي دنيتي يعني. المهم خش معايا بقى وانا هفضل متنبئ المنهج ده لحد اخر يوم فاهم. هو ده الامتحانات لازم تبقى كده. بص يعني بتكلم مثلا دلوقتي على اخر the last one last but not least اخيرا وليس اخيرا irrigation او الاستنتاج. يا مستر الاستنتاج يا ولاد بالبلدي كده بتكلم على هذا المنظر الفظيع المريع الجامد كل حاجه. بص يا قلبي عشان اديك اسئله بعد ما اخلص. بتكلم مستر والله لو انت مضارع ولو انت ماضي. استنتاج اكيد ان شاء الله. استنتاج بقول عليه لا مش اكيد بقى. خد بالنسبه لك انت استنتاج مثبت ان شاء الله واستنتاج منفي ويعني نقدر نقول احتماليه. يا مستر استنتاج مثبت هتلاقيها ماست والمصدر او ماست زائد بي. طب لو في الماضي هتبقى ماست مش عارف ايه. اعرج ليه كده من هنا كده؟ ليه اعرج من هنا؟ نعمل كده دي تمام. هتلاقيها ماست
have been او must have will be. اشتط. طيب لو انت منفي، والله يا مستر لو انت منفي هتبقى can't، وهتلاقي كانت منظرها كده، مش هتلاقيها كان، هي كانت. كانت والمصدر او كانت بي. طب مستر لو انت ماضي هتبقى كانت have will be اللي هي بتساوي been، يعني can't have been. طب احتماليه، يعني مثلا احتماليه يعني might والمصدر او might be عادي جدا، او might have will be لو انت ماضي. بص بالبلدي كده، لو انت ماضي هتلاقي الحوار فيه have will be. يعني يا مستر يعني خد سؤال اهو، اجي اقول لك مثلا بص الفكره بتيجي ازاي. هات لي قلم ازرق كش 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 عنب. بص يا قلبي، اجي اقول لك she got 50 out of 50 got. يعني ايه ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسمع يا ابني، في حد هنا. she got 50 out of 50 in her exam. She not hard. She must study. She must have studied. She can't study ولا she can't have studied. والله بص لو بصيت على سؤال زي ده، عايز اقول لك هي جابت 50 من 50. هي ايه في امتحانها؟ هي ايه؟ عايز اقول لك هي جابت 50 من 50، فهي اكيد ذاكرت ولا اكيد ما ذاكرتش؟ لا يا مستر دي اكيد ذاكرت، فده يا مستر اسمه استنتاج مثبت. اكيد عملت الحاجه فده مثبت. فبما ان ده مثبت فانا هختار يا ماست والمصدر يا ماست هاف. فكانت غلط، كانت غلط. انا مستر هنا مضارع ولا ماضي؟ مستر مفيش حاجه تدل على الماضي. حمار، انا بقول لك شي جات الفعل ماضي والجمله كلها بنفس الزمن، فانا كده الجمله ماضي. فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى must have studied. ايه I'm done. عايز اقول لك معلش لو اخرت عليك كده. كام دقيقه؟ كام دقيقه؟ ده فين؟ 59. واو لسه ما كملتش الساعه. طبعا اي سهو فمني ومن الشيطان، واي استكمالا فالحمد لله يعني ربنا كريم. بص عايزك تذاكر كويس بجد بجد بجد. طبعا هتوحشونا، انا كده خلاص فنشت. هتلاقي بقى اي حاجه عايزها منك هتلاقيها في التشانل اللي هتلاقيها في اول كومنت. قشطات. وما بنامش، يعني اي حد عنده سؤال في ليالي الامتحانات انا بفضل صاحي، بفضل صاحي يعني بكره ليلا فانا قاعد بعد لكم بقى. معلش لو اخرت عليك السنه دي اي حاجه، لو كده احنا قعدنا مع بعضين ترم اول وترم تاني فدي عشره كبيره. احب اقول لك يعني معلش، طبعا معلش على المنظر اللي انت طالع بيه برضه، والله انا حاولت الحقك ما فيش وقت تاني. مش هستنى لحد ما اخف توتال، يعني هي ريحت امبارح بس. قضينا مع بعض سنه سعيده جميله. قضينا مع بعض، الدنيا كانت حلوه يعني بجد. حبيتكم جدا جدا جدا. طبعا لعن الله الفراق ومن رعاه، او مش عارف اتقال ازاي، بس بجد هتوحشوني. نتقابل السنه الجايه سواء كنت بكالوريا مش بكالوريا ثانويه عامه في بيتكو. هنتقابل ان شاء الله، ربنا يكتب لنا ويكتب لكم طولة العمر ونحقق مع بعضينا. وما تقلقوش انا السنه الجايه اعمل لكم منصه ان شاء الله، وهنحل بقى يعني فاهم. على اليوتيوب هيبقى شرح، على المنصه هيبقى شرح وحل برضه فاهم. فالدنيا حلوه. هبعت لكم بقى الكتب بتاعتي بقى ونبدا نشتغل بقى. تشتغل بقى انتوا تشتغلوا بقى وانا اشتغل بقى وكده بقى، ونبقى مدرسين كبار جدا كده. اشتط. الحمد لله احنا كبار من وقت ابتدينا، بس يلا برضه اوعى تنسى هتوحشني جدا جدا جدا. اخر مره السنه دي هقولها لك، ذاكر، اتعب، اجتهد، استحمى. اشوفكم على خير السنه الجايه. سلام.